في أي مكان شغل دايما في شخص واحد كده الكل متفق عليه. الشخص اللي أول ما اسمه يتقال الناس تهز دماغها وتقول ده شاطر، ده يعتمد عليه، ده لو مسك الحاجة تخلص على طول. محمود كان الشخص ده، مش بس شاطر، لأ ده كان مثال للنجاح من وجهة نظر أي حد. بيجي بدري، يمشي متأخر، دايما لابس كويس، دايما هادي، ودايما مبتسم. مديره كان بيستند عليه في كل حاجة، زمايله كانوا بيستشيروه، وأهله كانوا فخورين بيه. من بره حياته كانت شكلها مثالي جدا، بس اللي محدش كان شايفه إن محمود كان بيغرق. محمود كان شايل أكتر من طاقته، ضغط شغل، ضغط توقعات، ضغط إنه دايما لازم يطلع القدوة. أي مشكلة تحصل محمود، أي مشروع يتأخر محمود يخلصه، أي حد يقع محمود يشيله. ومع الوقت بقى مش مسموح له يغلط ولا حتى يتعب. كان كل ما حد يسأله أخبارك إيه يقول له تمام. الكلمة دي كانت أسهل كلمة يقولها، أكتر كلمة كانت بتكذب. محمود ما كانش متعود يشتكي، اتربى على إن الرجالة تشيل، وإن التعب يتكتم، وإن الكلام مش بيحل حاجة. كان بيرجع البيت آخر اليوم يقفل الباب ويقعد لوحده في أوضته ساكت، تليفونه مليان رسايل شغل، مكالمات ما بتخلص، طلبات، مواعيد، ضغط. حتى وهو في البيت كان لسه في الشغل. ومع الأيام بدأ يحس بحاجات غريبة، صداع من غير سبب، إرهاق دايم، نوم متقطع، بس دايما يقول لنفسه هتعدي هتعدي. بس الحقيقة إن اللي بيعدي ده كان عمره. وفي يوم صحى محمود متأخر، حاجة عمرها ما حصلت قبل كده. فتح عينه وهو حاسس إن جسمه تقيل قوي، كأن حد حاطط عليه جبل. بص في السقف وما قدرش يقوم، فقال لنفسه خلاص 5 دقايق كمان بس وهقوم. ال5 دقايق بقوا ساعة، والساعة بقت ساعات. تليفونه رن، مديره مردش. والأول مرة في حياته قرر يعمل حاجة غريبة قوي عليه، قرر إنه يقفل تليفونه. وقتها محمود ما كانش فاهم هو بيعمل إيه أصلا، بس كان عارف حاجة واحدة بس، إنه مش قادر يكمل. اليوم ده عدى، وبعده يوم، وبعده أسبوع. محمود ما رجعش الشغل. الناس استغربت، المدير اتوتر، زمايله قلقوا. فبدأ الكلام، أكيد مسافر، لأ أكيد تعبان شوية، لأ أكيد في مشكلة عنده. بس الأيام عدت ومحمود ما اختفاش من الشغل بس، لأ ده اختفى من كل حاجة. سوشيال ميديا مقفولة، رقمه مش متاح، ولا أي أثر، كأن الأرض بلعته. مرت شهور، الشغل ماشي من غيره بس بصعوبة. حد تاني مسك مكانه بس ما كانش زيه برضه. واحد من زمايله كان دايما يقول أنا حاسس إن محمود كان تعبان قوي، بس محدش كان شايف. وبعد حوالي 6 شهور حد قابله صدفة في مكان بسيط بعيد عن زحمة المدينة. محمود كان قاعد لابس لبس عادي جدا، وشكله أهدى بكتير بس مختلف. مفيش توتر، مفيش استعجال، مفيش ضغط. انصدموا لما شافوه، قالوا له انت كنت فين المدة دي كلها وعملت فينا كده ليه؟ ابتسم محمود ابتسامة هادية وقال جملة واحدة بس، كنت محتاج اختفي علشان ارجع اعيش. قعدوا معاه شوية وحكى انه كان بيضيع نفسه وهو بيحاول يرضي الكل. حكى انه الناس يسأل نفسه هو محتاج ايه. حكى انه كان فاكر ان التعب بطولة، وقال كمان انا كنت ناجح بس مش سعيد، وكنت فاكر ان ده الطبيعي. انسحب بهدوء، ساب الشغل، ساب الضغط، واختار حياة ابسط، مش الاغنى، مش الاشهر، بس اهدى. وقال جملة اخيرة كانت مؤلمة قوي، انا ما اختفيتش فجأة، انا كنت بختفي حتة حتة ومحدش كان واخد باله. العبرة هنا مش كل اللي بيضحك مبسوط، ومش كل ناجح مرتاح. احيانا اخطر حاجة ممكن تعملها في حياتك انك تهمل نفسك علشان ترضي الكل. لو حسيت انك تعبان اعترف، لو حسيت انك مش قادر اقف، لان لو ما وقفتش باختيارك الحياة هتوقفك غصب عنك. اللي عايز اقوله لك بقى يا صديقي قبل ما تقفل الفيديو، ان الحقيقة ان القصة دي مش حكاية حد غيرك او غيري، دي رسالة يمكن تنقذ حد قبل ما يخسر زي صاحب القصة. وفي النهاية لو حسيت ان القصة لمستك سيب لايك واشترك في القناة علشان توصل لك قصص حقيقية بعبرة مختلفة يمكن تغير طريقة تفكيرك للأبد.